السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيت نحضر معكم وصفة نتاع بيتزا كاري بعجينة جد سهلة وبمقادير مضبوطة. وتجي بزاف بنينة. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا في صحن صغير عندي كاس ونصف ماء يكون دافي، ما يعادل 150 مليلتر. نزيد عليه ملعقة كبيرة تاع خميرة فورية وندوب هذيك الخميرة الفورية في الماء كما راكم تشوفوا، نخلطها مليح. وهنا نجيب 400 غرام تاع فارينة، نضيف عليها ملعقة صغيرة تاع سكر زائد ملعقة صغيرة تاع ملح، ونخلط هذوك المكونات الجافة. ومن بعد نضيف عليه هذاك الخليط نتاع الماء والخميرة. وهنا نبدا نلم في العجينة نتاعي. هنايا بعد ما لميت العجينة كما راكم تشوفوا، زدت عليها 3 ملاعق كبار نتاع زيت عادية، وكما تقدروا تزيدوا لها زيت الزيتون. انا فضلت زيت العادية، وندلكها مليح هنا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. نغلفها بالبابي فيلم ونخليها ترتاح لمدة ساعة. هنايا بعد ما فاتت ساعة كما راكم تشوفوا، انا هنا غادي نحاول ندلكها شوية. وهنا انا كنت شعلت الفرن مسبقا على 200 درجة، وجبت هنايا صنيوة تاع الفرن ودرت عليها ورق طهي، وغادي نبسط هذيك العجينة نتاع البيتزا كما راكم تشوفوا بطريقة جد سهلة على كاع الصنيوة، بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو. وهنايا انا جبت هاد لاصوص، ما خدمتهاش، شريتها واجده من المحلات. كما تقدروا توجدوا لاصوص في الدار، ووزعتها هنايا على كاع هذيك العجينه. والتزيين هنا يبقى اختياري. انا هنا درت، كانت عندي كميه نتاع لحم مفروم، درت شويه نتاع لحم مفروم. كما تقدروا ديروا لو بلون بولي، كما تقدروا ديروا الطون، يعني اي حاجه تكون متواجده عندكم. وهنايا زدت، جبت نصف حبة بصل وقصصتها هكا شرائح، وزدت حبة نتاع فلفل وقصصتها مم هي رنديلات صغار، ودرتها كتزيين بسيط من الفوق. ومن بعد جبت الجبن المبشور او الجبن الخاص بالبيتزا، ورشيت كمية لا بأس بها. وهنايا درت حبات نتاع زيتون كحل كما راكم تشوفوا. وهنايا غادي ندخلها للفرن على 200 درجة لمدة 20 حتى 25 دقيقة. اذا وهنايا كانت هذه هي بيتزتنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا بيتزا رائعة جدا. هنايا غادي نقصصها كاريات كما راكم تشوفوا. هنايا قسمت معكم مورسو، شوفوا كيفاش جات. صراحة تجي بزاف بزاف بنينة. نتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامة.